واحده بتقول انا والدي متوفي من وانا عندي 12 سنه، وما عداش كام سنه وبعد كده ماما اتجوزت وسابتني عند اخوالي، وحرفيا شفت ايام ما يعلم بها الا ربنا. كنت شغال عندهم وعند مراتات، اربي ولادهم وانضف لهم واطبخ لهم وبعمل كل حاجه في البيت، وكمان غير المعامله القاسيه اللي كانوا بيعاملوني بيها، لحد ما في يوم خالي كان عازم شريكه في الشغل على الغدا، ولما كنت بحضر الاكل على السفره شافني وحبني وطلب ايدي من خالي. وقتها كان عندي 23 سنه وهو 40 سنه. بصراحه انا ما كنتش معجبه بيه، بس وافقت من غير ما افكر عشان اهرب من الهم والفقر اللي انا عايشه فيه ده. والله العظيم عشت معاه اجمل ايام حياتي، وعيشني في بيت كامل لوحده، وكمان كتبه باسمي، وكان على طول حنين معايا وبيعاملني كويس، لدرجه انه جه في يوم وقال لي ايه رايك نجيب كبده ونعملها على الغدا النهارده عشان نفسي فيه. انا ضحكت وقلت له يا انا عمري ما اكلتها. قال لي ليه مش بتحبها؟ قلت له مش ما بحبهاش، انا اصلا عمري ما دقتها. قال لي طب وفي العيد لما خالك بيضحي ما كنتيش بتاكلي منها؟ قلت له كنت بنضف مكان الاضحيه، وعلى ما بخلص وادخل الاقيهم خلصوا الاكل وقسموها وكنت باكل انا اي حاجه. فلقيته سكت وقام غير هدومه وخرج، ورجع بعد ساعتين وجايب معاه شنطه فيها 10 كيلو كبد. عملنا على قدنا والباقي خزناه في الفريزر. ولما كنا بناكل قال لي اقول لك على سر وما تقولهوش لحد. ابتسمت وقلت له قول. قال لي انا اكلت كل الاصناف واغلاها، انما دي اول مره اكل فيها حاجه وتعجبني كده، وبالاخص اطعم كبده دقتها في حياتي. وقتها لقيت نفسي بكلم ربنا وبقول الحمد لله على عوضك يا رب.